كتير. هندفع عليها ونبتدي بقى نرص المقلوبه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده حبه لحمه مفرومه اهم، افرديهم بس كويس. وبعدين نبتدي نرص البتنجان اهو. دي ابسط مقلوبه ممكن تعمليها من غير ما تلزق منك، من غير ما تبوظ، من غير ما تشيط، وبتطلع معاكي حلوه وزي الفل اهي. تمام. دي كبيره، ممكن نحط واحده اصغر. حاولي يعني توسطني البتنجان يبقى قد بعضه اهو. عم ادري بعد كده هنحط دور رز. عاملين يا عم ادري كده احنا خدنا دور بتنجان ودور لحمه مفرومه وادي دور بطاطس اهو، وحطينا الرز. انا كل ما انسى تفكروني يا بنت. ربنا يبارك لك يا استاذه هاني والله. كده اهو كده. بصوا التطبيقه بتاعتها هتمشي ازاي. التطبيقه هتمشي ازاي. هنحط دور رز كمان اهي. الرز لو عاوزاه احمر بدل الكركم حطي معلقه صلصه كبيره، حطي معاها معلقه بابريكا كبيره. يعني ده او ده الاتنين تمام، ما فيهمش مشكله. ده او ده حلو اهو اهو. ده اخر دور كده. هنحط الطماطم بقى. الطماطم هتحطي، ممكن تحطي دور تحت ودور فوق. يعني بعد ما تقلبيها لو فاض معاكي طماطم حطي دور طماطم فوق اللي زيني بيه مع اللحمه ممكن. تمام اهو. هتبتدي بقى تحطيه كده اهو برضو. حاولي تطرفي كده عشان يبقى الطروف باينه. لما تقلبي تبقى الطروف بتاعت الحاجه باينه معاكي. الطماطم ما تسويهاش زي ما شفتي، يا دوبك نقطه زيت وتروحي نازله بالطماطم، وتكون طرنشات مش رفيعه قوي، تكون ماسكه نفسها، وتبتدي ان انت تحطيها وتطلعيها على طول، ما تسيبهاش اهي اهي. تمام. ترصي بقى كده. لو فاض عندك طماطم وعاوزه تزيني بزياده حطي فوق الوش الناحيه التانيه. لا كفايه كده. هنحط بتنجان بس في النص نقفل بيه. هنقفل كده ببتنجانتين كده اهم اهو. تمام. هنشيل بقى كل الحاجات دي ونبتدي نقلبها على طبق كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بس طبق كبير واسع. اهو احنا كده متكوكه وتمام وحلوه وما فيهاش مشكله. نعمل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. نظبطها يا مسهل الحال يا رب. ونقلب كده ونقول بسم الله اهي. تطلع معاكي المقلوبه سهله خالص خالص خالص، من غير ولا تشيط ولا تبوظ ولا يجرى لها اي حاجه من اي حاجات اللي انت بتبقي تفكري فيها.